في جماعة ولاد مبارك نواحي بني ملال خلاف بسيط بين الشباب في ثواني قليلة تحول المشهد مرعب، صراخ، دم، إصابات خطيرة واستنفار أمني كبير. لكن السؤال اللي محير الجميع، كيفاش وصل الوضع لهذه الدرجة؟ معكم مصطفى من قناة أخبار يومية، تابعوا معنا التفاصيل. شهدت جماعة ولاد مبارك تابعة لإقليم بني ملال فجر يوم الجمعة واحد الحادث اللي خلى المنطقة كاملة تعيش حالة من الصدمة والاستنفار. البداية كانت حسب المعطيات الأولية بخلافات بين جوج مجموعات من الشباب، خلافات يمكن في الأول كانت عادية بحال بزاف ديال المشاكل اللي كنسمعوا عليها كل نهار، لكن هاد المرة الأمور خرجات على السيطرة بشكل خطير. الخلاف ما بقاش غير كلام ولا مشادات لفظية، بل تطور لمواجهات مباشرة استعملت فيها العصي والحجارة وسط الشارع العام. وفي واحد الوقت كان في أغلب السكان ناعسين وما متوقعينش يشوفوا هاد المشاهد العنيفة. الأخطر في القضية هو أن المواجهة ما وقفتش هنا، حيث تم تسجيل استعمال أداة كتقذف حبيبات معدنية بواسطة الضغط الهوائي، الشيء اللي تسبب في إصابات متفاوتة الخطورة وسط عدد من الأشخاص. ومع تصاعد الأحداث تحولت المنطقة لحالة استنفار كبيرة. السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي انتقلوا بسرعة لمكان الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى الجهوي بني ملال من أجل تلقي العلاجات الضرورية. وحسب المعطيات المتوفرة عدد المصابين وصل 9 أشخاص، من بينهم 2 حالات وصفتها بالخطيرتين، واضطر الأطباء لتحويلهما للمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة الدار البيضاء بسبب خطورة الإصابة. هاد الواقعة رجعت النقاش واحد السؤال مهم بزاف: واش الخلافات بين الشباب ولات كتتحول بسرعة للعنف المفرط؟ واش غياب الحوار والتسرع في ردود الأفعال ولا كيدفع بعض الناس لاتخاذ قرارات خطيرة في ثواني قليلة؟ ولا حنا قدام ظاهرة كتولي كتكبر سنة بعد سنة وكتحتاج تدخل أقوى من الأسرة، المدرسة والمجتمع كامل؟ حاليا التحقيقات مازال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتم توقيف عدد من المشتبه في تورطهم، بينما الأبحاث مستمرة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الحادث. بين خلاف بدا بسيط وحاصلة فيها 9 المصابين وحالتين خطيرتين، كتبقى الرسالة واضحة: في ثواني ديال الغضب ممكن حياة الناس كاملة تتبدل. شنو رأيك انت؟ واش هاد النوع ديال الأحداث ولا كيتكرر بشكل مقلق في بعض المناطق ولا مازال مجرد حالات معزولة؟ خليو آراءكم في التعاليق، النقاش راه مفتوح للجميع، وما تنساوش تتابعونا في القناة باش توصلوا ديما بالجديد. تبارك الله عليكم.